مستمعي راديو هيفي اف ام، أسعد الله أوقاتكم. أقدم لكم الزاوية البيئية لهذا اليوم وأخصها حول النباتات الخضراء وتلطف الجو، فأهلا بكم. إن الاعتناء بالتشجير وخاصة في المناطق المزدحمة بوسائل المواصلات، وكذلك العمل على زيادة مساحة الحدائق والمتنزهات العامة داخل المدن وبخاصة المدن الكبيرة والصناعية يعد أهم الوسائل العلمية والمفيدة لمكافحة التلوث بصفة عامة. مستمعينا الكرام، فالتشجير زراعة الأشجار في المناطق الخضراء لهما تأثير مباشر في حماية البيئة من تأثيرات المناخ والعمل على تلطيف الجو خاصة في المناطق الحارة عن طريق عملية النتح. فقد ثبت أن درجات الحرارة في المناطق الخضراء المحيطة بالمدن تقل بحوالي 10 درجات مئوية عنها داخل المدن نفسها، كما أن الظل الكثيف من النباتات المورقة والأشجار حول المنازل والمباني يخفف درجات الحرارة بداخلها، مما يغني قاطنيها عن استخدام أجهزة التكييف في أيام الصيف الحارة، وبالتالي يخفف من نفقات الأسر وله عائد اقتصادي. أعزائنا المستمعين، تقوم الأشجار في المناطق الصناعية وفي المدن التي تحيط بها الجبال والصحاري بتقليل كمية الأتربة والجزيئات العالقة والمواد الملوثة الموجودة في الهواء، حيث تعمل الأشجار كمصفاة ترشيح الهواء من الغبار والأتربة والجزيئات العالقة. وقد أوضحت القياسات أن تركيز الغبار في الحدائق العامة أقل منه في الأماكن الجرداء بنسبة تصل إلى 42% صيفا وبنسبة 37% شتاء. مستمعين الأعزاء، تعمل الأشجار والنباتات الخضراء كافة على تنقية الهواء الجوي من بعض الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون، فالنباتات تمتص ذلك الغاز من الجو وتستخدمه مع الماء. وفي وجود الضوء، أشعة الشمس في القيام بما يسمى عملية التمثيل الضوئي، حيث ينطلق غاز الأكسجين اللازم لتنفس الإنسان والحيوان. مستمعين الكرام، وقد ذكر بعض الأبحاث أن زراعة نباتات الخردل وعبات الشمس في التربة الملوثة سواء التلوث الكيميائي أو الإشعاعي يساعد على تطهيرها من الملوثات، فهذه النباتات يمكنها أن تستخلص الرصاص والمعادن الثقيلة والخطيرة الأخرى، كذلك المواد المشعة من التربة، وبطريقة أبسط وأسهل وأقل تكلفة من أي طريقة أخرى. مستمعين الأعزاء، للشجرة والخضرة دور كبير في حياتنا، ولا بد من وضع استراتيجية للتشجير تشارك فيها وتنفذها جميع الأفراد والهيئات والمؤسسات بهدف زراعة ما يمكن زراعته، وذلك بهدف تحسين الأحوال البيئية ومكافحة التلوث الذي أصاب أنماط الحياة كافة. مستمعين الكرام، كنتم والزاوية البيئية لهذا اليوم، مع تحياتي معد ومقدم الحلقة فرحان كلش، وإلى لقاء آخر.